اللي احنا شفناه النهارده بيأتي في إطار الجهود اللي القوات المسلحة بتعملها للحفاظ على أعلى درجات الاستعداد والكفاءة القتالية. لازم نكون جاهزين دائما عشان نحمي بلدنا ونحافظ عليها ضد أي شر. المستوى اللي الواحد شافه النهارده الحقيقة أسعدنا جميعا، وده جهد عظيم جدا جدا وجهد مشكور جدا جدا، ان احنا رغم كل الظروف اللي احنا بنمر بيها دي الى ان التخطيط اللي احنا عاملينه مصرين على تنفيذه، ومصرين على تنفيذه بمعدلات معدلات كبيرة جدا جدا، عشان دايما الجيش المصري هو عنوان الوطنية المصرية. جيش بيحب بلاده بجد، جيش بيحمي بلاده بجد، جيش مستعد يضحي عشان خاطر بلاده بجد. فكل التقدير والله والاحترام لكم جميعا. بقول للجيش مصر واهل مصر اللي هم اهلنا امانة في رقبتنا، وان شاء الله احنا قادرين ان احنا نحافظ على هذه الامانة، وقادرين ان شاء الله على ان احنا نحافظ على هذه الامانة. وهتفضل مصر بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل المخلصين وبفضل الجيش المصري في سلام دائما، رغم كل الناس اللي مش قادرة تفهم ان اللي بيأذي مش بيأذي، ده بيأذي نفسه قبل ما بيأذي بلده. لان دي الارض اللي انت عايش عليها، ودي الارض اللي هيعيش عليها ابنائك. فخلي بالك من بلدك، ومستعدين نضحي بدمنا. الكلام ده انا بكرره عشان أأكده ان احنا مصرين على ان نحمي بلدنا مصر، ولا يمكن ابدا بفضل الله وبفضل تماسك الجيش المصري اللي انا بقول جيش على قلب رجل واحد. بفضل تماسكه ده لن يستطيع احد ان ينال من مصر ان شاء الله. اخر حاجة بقولها لكم، بقول مصر امانة في رقبتنا كلنا، وربنا يعيننا على ان احنا نحافظ على هذه الامانة. انا بوجه كل التحية والتقدير لكل من شارك في اعداد وتجهيز اللي انا شفته النهاردة من كفاءة قتالية واستعداد عالي جدا لتنفيذ اي مهمة. حضر إجراءات التفتيش الفريق صدقي صبحي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبة الجامعات المصرية. طيب خلوني بس أقول يعني كلمتين صغيرين جدا. هل المشهد اللي قدامكم بيحيل ذاكرتكم للجهد اللي كان بيتم قبل 30/6 مع الجيوش والمجموعات ولحظات التدريب ورفع الكفاءة والجاهزية؟ ده سؤال. هل استشعرتم بعض الشيء في تغير في مفردات الخطاب؟ الكلمات اللي بيقولها الفريق السيسي فيها تغير ولا ما فيهاش؟ هل مضمون الرسائل هنا خدنا في حتة تانية، وكأنه بيقول لنا هو الشهر اللي فات كله لو كنا مركزين كويس كان ماشي هو في حتة وكل الدنيا تتمشى في حتة، والناس تشده وتقول له تعالى هتنزل رئاسة ولا مش هتنزل، احنا صابرين، يلا اعلن موقفك، الحاجات اللي من هذا النوع، وهو كأنه لا يسمع لا يرى، وسايب اللي عايز يقول اي حاجة يقول. استشعرتوا فيه اختلاف في اللغة؟ أنا ليه بقول كده؟ الحقيقة يعني
لو أنا واحدة منكم يعني كمواطنة مصرية، المشهد اللي بشوفه والخروج الكتير للميدان من مكان لمكان، من تدريب لتدريب، ده بيفكرني بالظبط بإزاي كان بيرجع الروح المعنوية للجيش استعدادا ل30/6. ده كان واضح، وكنا وقتها بنستغرب قوي، وكتير تجاوزنا في اللفظ وقعدنا نسأل، وكالعادة لم يكن هناك رد. طيب، هل تفقد الجاهزية ده في مضمون مختلف عن اللي عشناه قبل 30/6؟ أيوة. ليه؟ لأن أسامة الدليل وغيره كتير قالوا إن التغير اللي بيحصل في المنطقة داخل لحالة المواجهة، وهيكون في جزء له علاقة بالحروب، له علاقة بالدول بقى. علشان كده اللغة المهمة جدا يا مصريين، علشان ما تسيبوش ودانكم لأي حد يعبي فيها كلام، حاجتين مهمين نقف عندهم. أولا، قال إن هو كقائد بيشكر ضباطه وبيقول لهم كل التقدير والاحترام، والله كل التقدير والاحترام. يعني هو عارف حجم الأعباء الموكلة إليهم، حجم التشويش وعدم فهم إن هذا النوع من الأعمال، أعمال هذه الأجهزة الجيوش والشرطة، الأساس فيها هو الروح المعنوية. وبالرغم من كده وتحت هذا الضغط هو بيشكرهم وبيأكدها وبيحلف عليها، لأن اللي شافه شكر عليه كل أفراده، واللي شافه زي ما حضراتكم شفتوا مش تفقد، ده تدريب. ربما قليلين جدا اللي ينتبهوا ان في الفيديو اللي اتفرجنا عليه في معدة، ازاي لما المعدة دي تكون مفروض ان هي في لحظة المواجهة تكون جاهزة وفجأة يصابها عطل، هتتعامل معاها ازاي؟ هتتوتر ولا هتتعامل؟ اعتقد ان احنا قدام لحظة فارقة ما بين تعامل القائد مع جيشه وتصدير هذه الصورة لينا. ربما يكون هو بيعمل كده طول الوقت، لكن تصدير الصورة لينا ده مهم. 2، ان هو بيجدد ان دور الجيش ما هوش زي ما انتوا بتحاولوا طول الوقت تسقطوا وتفسروا وتتبرعوا وتقولوا وتتكلموا. دور الجيش زي ما بيجي في كلمات الفريق السيسي هو أدوار محددة، وهو اللي بيقولها بنفسه وبيقولها بلغته وبيقولها بالناس وبيشكرهم تاني. اللحظة فيها شبه في الشكل بس ما فيهاش شبه في المضمون. قبل 30/6 كانت شحن الهمم وإعادة الشعور بكل يعني الود والتعاطف والحب بين أفراد الشعب، باعتبار الجيش جزء من الشعب. في اللحظة دي في ريحة خطر، في ريحة قلق، والقلق ده لأن الجيش هيروح لمهامه الأساسية مش مهامه الفرعية. علشان كده هو بيقولها بشكل يعني لأول مرة يلفت الانتباه للناس اللي مش راضية تفهم، فيقول إيه هو الإيذاء ويحدده. لأول مرة يتكلم مرتين فيقول إحنا اللي هنحمي وإحنا هنحمي ودونه الدم، ويقولها بصوت هادي لأن يفرق فيها ما بين المخلصين واللي فاهمين وغير المخلصين وغير الفاهمين. أرجو أن المسائل تؤخذ بعين الاعتبار، لأن اللحظات تفهم من بين سطور هذا النوع من الخطاب.